استاذ عادل، انا عايزه اقول لحضرتك برضو لكل حد ممكن يجي له يعني مش عايزه اقول شك، بس هي طبيعتنا كبشر، يعني احنا بني ادمين يعني. فطبيعه الورق أكيد. كتر حساباتنا بالورقه وبالقلم بتخلينا شويه يعني نتخض لما تحصل معجزه. ما هو ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك معاك الحاجات الطبيه كلها اللي تثبت ان انت 7 سنين، طبعا شهاده ابونا وشهاده ابونا وشهاده الناس كلها فوق راسنا. كل الاشاعات بس اكيد ولا جزء. بس احنا حتى لو يعني انا بس قلت ان انا لو طلعناها احنا مش هنبقى فاهمين. لا يعني هو بس ان كل حاجه، استاذ عادل جايب كل حاجه وبيقول ان دي مش الكل، يعني دي اكيد لفتره معينه. في كميات رهيبه جدا جدا. هو جايب كل التقارير. انا اتمنى بس من كنيسه العذراء والبابا كيرلس توثق الحدث، تحتفظ بالكرسي بعد اذن حضرتك، تحتفظ بيه مدى الحياه. هو الكرسي تحتفظ بيه على طول يعني. هو على فكره سامحني، يمكن انا الحته دي يمكن امبارح اتفقت مع قدس ابونا عليها ويمكن طلبتها منهم، ان الكرسي والاجهزه انا هاخده يعني بعد النهضه. هم طلبوه من فتره النهضه، وقلت ان انا هاخدهم بعد النهضه. دول هعمل لهم مكان عندي خاص ان يبقوا شاهدين على عمل ربنا. احنا محتاجين توثيق محتاجين توثيق للعمل من خلال الساده الاطباء، من خلال يعني نتمنى يبقى في تقارير. كل طبيب حضرتك رحت له يقول انا جالي استاذ عادل في اليوم الفلاني. ده هيحصل. ده كل ده اللي هيحصل. اتمنى ده كل ده اللي هيحصل. ده اولا ده هتبقى الصدمه الكبيره جدا ان انا لما اروح للدكاتره الاطباء. كان شعور ولسه بقى لغايه دلوقتي احنا يعني يا دوب الفرحه هي اللي واخدانا من امبارح. وطبعا على مستوى الدنيا كلها عرفت بالفيديو. اكيد احنا هو التليفونات ما بطلتش من امبارح. دي فيها حاجات ثانيه، دي فيها بعض تقارير برضو. تمام. انا بس وانت حضرتك بتطلع التقارير اللي لحق يجيبه لنا معاه جابه. انا اللي قدرت اجيبه. انا بقول الاستاذ عادل لحق. الشارع بتاعك كانوا عاملين ازاي يا استاذ عادل امبارح؟ طيب هقول لحضرتك، هو كان في حاجه غريبه جدا حصلت. كان في حاله وفاه عندنا في الشارع اللي قدامي، شاب صغير وكان انتحر. فكانت فجعه كبيره جدا للناس كلها وللمنطقه وللاهل. فلما ربنا عمله امبارح في الكنيسه، فالكنيسه كلها وشعب الكنيسه عاوزين ياخدوني بزفه. فانا اتفقت مع قدس ابونا ان ما ينفعش طبعا، عشان احترام للكنيسه للعزاء. حتى لدرجه ابونا اخدني بتوك توك ولفينا بيه بشوارع لف جامده جدا عشان نوصل للبيت، بحيث ان حتى ما حدش يشوفنا. بالفعل وصلنا البيت. انا طلعت البيت لقيت الناس مستقبلاني قاعده لي في البيت. طبعا لقيت عالم لا ليه اول ولا اخر. العجيبه بعد ربع ساعه بالظبط لقيت ناس كتير جدا طالعه فبتبارك لي، فبيقولوا لي العزا اتقلب زغاريط. الله. فبقول لهم يعني ايه اتقلب زغاريط؟ ففتحوا لي الفيديوهات، والفيديوهات اللي هي مليانه زغاريط. فبيقولوا حتى اصحاب العزا فاتحين الفيديوهات عمالين بيبصوا عليها طبعا. يعني الحزن والفرح ربنا حوله لفرح في ثانيه. دي رساله تعزيه يعني ان ربنا مش نسينا مهما كانت تجربه الجمال. يعني رغم شاب وحاله صعبه جدا جدا وشيء مؤلم بدرجه مؤلمه جامده جدا جدا، يقلب القاعده 180 درجه. وطبعا ما فيش بشر يقدر يعملها. يعني انا مش عايزه يعني ابعد. انا عارفه حاجه يعني تورينا قد ايه تقارير طبيه، بس انا سرحت وعماله افكر في المشهد اللي انت شفته عشان بس ابقى صريحه معاك. عماله اتخيل اللي انت شفته ومش فكره اني مش قادره استوعب. هو المنظر الثالث اكبر من استيعابنا. هو المنظر الثالث، عشان انا اسف في لو يعني اللي بيسالني بيقول لي شعورك ايه، انا بقول لهم اسف ما اعرفش اوصفه. حقيقي شعور ما يتوصفش. ان لو حد قال انا اعرف اوصف الشعور في الوقت ده هقول له انا اسف انت بتكذب. ما نمتش انت من امبارح لغايه دلوقتي الراجل ده ما نامش امبارح. لا الناس سايباه ولا هو خالص ولا البيت بس ولا انت مصدق ومستوعب ان انت تمام دلوقتي مصدقها. لا هو انا بس هرجع تاني اقول لك انت مشيت على رجلك وداخل بمشيه طبيعيه كانك ما فيش ال7 سنين دول. ما فيش. ابني امبارح بيقول لي يا بابا احنا محتاجين نعمل علاج طبيعي. فانا ابتسمت له. يا استاذ عادل احنا لما واحد استنى بس لما ابتسمت له بيقول لي يا بابا انت اصلا العضلات ميته. انا عندي التقارير طالعه العضلات ميته بجد. ميته هو لو انسان يعني حتى عصب ميت لو انسان كان الطب دواء حتى بدواء وكده هيحتاج شهور علاج طبيعي بس عشان يتحرك. اللي دراعه بيتكسر مثلا رجله بتتكسر بيمشي بشكل مش طبيعي. احنا
لما بنقعد شويه على الكرسي رجلينا بتنمل ونقوم مش عارفين نمشي يا استاذ عادل. انا بس عاوز اقول جمله صغيره عشان انا من امبارح بقولها، ودي يمكن بقولها لكل الناس، لكل الناس مجرده من اديان. أيوة. بقول لو البني ادم الصبح يفتح عينيه يفتكر ربنا بس في اقل حاجه، وسامحوني في اللي انا هقوله، الحمام. انا بقول حاجه ضئيله جدا، الحمام. البني ادم بيدخل بيعمل حمام من غير ما يشعر، لو يعرف يعني ايه قيمه حمام ويشكر ربنا عليه، اعتقد أيوة. دي شيء صعب جدا. أيوة. انا 7 سنين بعمل حمام بعلاج. أيوة. ان كان بعمل الحمام ستول او البول، ويا ريت كمان باخد علاج واعمله كده طبيعي. ده انا بقعد بالاوقات جامده جدا وذل وعذاب ومرار، وفين لما ربنا يسمح لي. الله. يعني احنا بس اقل حاجه اشكر ربنا على حاجه زي كده. وانت كنت تشكر، ما هو احنا عقلنا صغير قوي. هو ربنا بيبص للي بيشكر. يعني انا بتخيل ابونا وهو بيقول انت ازاي كنت محتمل التجربه من زياراتهم ليك بالشكر ده. انا كنت بقول لهم جمله، شايفين يا استاذ عادل، بص يا استاذ عادل، شايفين وانت شايلينك دلوقتي من التوك توك. انا قلت جمله كنت بقولها للاباء وهم سامعيني دلوقتي. والاباء مش حتى اباء الكنيسه، اباء كتير جدا من اديور واباء احباء بيجوا كانوا يفتقدوني ويزوروني، وكانوا بيبعتوا لي على طول على الواتس يراسلوني. كنت اقول لهم انا همشي. كان عندك الثقه في ربنا. كنت بقول لهم انا همشي لدرجه صرخت قلت له يا رب. حتى يمكن امبارح قدس ابونا ويصا بيقولها لي، بيقول لي انا مش هنساها ابدا، وهو بيديني النعمه وبيناولني. قلت له يا ابونا انا واثق همشي، حتى ولو لحظه قبل ما يفتكرني هقوم وعلامه تبقى المجد اقف وامشي وياخد نفسي.